كل فترة بتظهر في السوق شاشة جديدة بتعمل ضجة محترمة، ولكن دايما بيكون في حاجة ناقصة، في مشكلة كده رخمة بتخليك تفكر كذا مرة قبل ما تشتريها. بس أنا النهاردة جايب لك شاشة ممكن تكون هي فعلا أحسن شاشة مواصفات مقابل سعر، الفيو سونيك في اكس 2728 جي 2K. انتشرت مؤخرا النسخه ال 24 بوصه ل 1080 من الشاشه دي في السوق المصري، فحبيت ان انا اجيب النسخه اللي من وجهه نظري متكامله اكتر علشان نجربها. قبل ما نبدا ما تنساش اللايك والسبسكرايب، وخلينا نبدا على طول. العلبه بتاعت الشاشه بسيطه، فيها الحاجات الاساسيه، وزي ما انت شايف بتيجي متغلفه كويس. عندك كابلين باور، واحد الراس او البلاجه بتاعته العاديه اللي عندنا في مصر، والثانيه اللي هي الثلاثي، ومعاهم الادابتور او الباور سبلاي، والستاند بتاع الشاشه معاه قطعه بلاستيك كده صغيره علشان تعمل منها كيبل مانجمنت، وكابل ديسبلاي بورد، وطبعا الستاند. وبعد كده بتلاقي الشاشه نفسها. الستاند بتاع الشاشه عجبني جدا لان خامته معدن وبتحسه ماسك نفسه كده. تركيبه كان سهل، بتنام الشاشه على وشها وبتربط فيها الدراع بتاعها بالمسامير، وخلي بالك وانت بتربطها لان المسامير دي ممكن تخرم الشاشه. بتربطها ب4 مسامير بيجوا في كيس صغير جوه العلبه، وبعد كده بتربط فيها القاعده بايدك عادي، مش محتاج مفك. اول حاجه هتلاحظها في الشاشه دي لما تبص عليها هي البساطه. التصميم بسيط لابعد الحدود، شكله هادي وما فيهوش تفاصيل كتير، والحركات بتاعت الجيمنج وكده. واحد زيي ما بيفرقش معايا خالص تصميم الشاشه عامل ازاي من ورا، لان كده كده ظهر الشاشه ده بيكون للحيطه، بس في ناس بتهتم بشكل الشاشه من ورا، وانا بصراحه ما اعرفش ليه. لو بصيت عليها من قدام هتلاقي الشاشه فريمليس، ملهاش حواف تقريبا، ما عدا من تحت حرف صغير كده عليه كلمه فيو سونيك، وفي اخره الزراير. الستاند بتاع الشاشه ممتاز بصراحه، غير ان خامته محترمه وماسك الشاشه كويس، فهو بيقدر يتحرك في كل الاتجاهات. تقدر تخليه يطلع لفوق او لتحت، او تقلب الشاشه يمين وشمال، تلفها خالص تخليها بورتريه، او تعمل تلت لفوق ولتحت زي ما انت شايف كده. وتقدر كمان تحركها بزاويه يمين وشمال، وزي ما قلت فممكن تستعمل القطعه دي علشان تداري الكابلات ورا الستاند. انا بصراحه بقدر قوي الشركات اللي بتعمل ستاند الشاشه بيتحرك في كل الاتجاهات، وشايف ان دي حاجه اساسيه المفروض تبقى موجوده في اي شاشه وفي اي ستاند. زي ما واضح من اسم الشاشه، فالموديل ده بحجم 27 بوصه مع ريزوليوشن 2K او 2560 في 1440. انا من زمان بشوف ان ال 2K هو السويت سبوت مع ال 27 بوصه. انا بقالي فتره كبيره بستعمل شاشه 1080 27 بوصه، وفعلا الفرق كبير قوي. لو هتروح لشاشه اكبر من 27 بوصه هيكون حجمها بالنسبه لك مبالغ فيه، خصوصا لو انت بتلعب. لو انت بتلعب فالحجم الكبير هيتعبك اكتر ما هيريحك. تردد الشاشه دي الرسمي هو 165 هرتز، ولكن من خلال السوفت وير بتاعها تقدر تعمل لها اوفر كلوك، وده من غير ما تخسر اي حاجه في اداء الشاشه. يعني الشاشه بتفضل بنفس البرايتنس وبنفس كل حاجه، بتعلى من 165 ل 180 هرتز. سرعه الاستجابه هي 2.5 ملي ثانيه جي تو جي على حسب كلام الشركه، والبانل هنا طبعا اي بي اس، والمفروض ان الاس ار جي بي بتاعها 100%، والدي سي اي بي 3 95%. للاسف انا مش معايا معدات اقيس بيها دقه الكلام ده، ولكن هنشوف مع بعض كل حاجه قدام كمان شويه. الشاشه جايه بتدعم الفري سينك، وبتدعم برضه الجي سينك، ولكن لازم تكون موصله بالديسبلاي بورت. ونقطه كويسه بصراحه ان الديسبلاي بورت اصلا بيجي في العلبه علشان تقدر تستخدم الجي سينك لو انت عندك كارت نيفيديا. الشاشه بتدعم الاتش دي ار 10، وبصراحه وحش وملوش لازمه، ما بيكونش مفيد خالص على الشاشات اللي سطوعها قليل. الشاشه سطوعها 250 نتس، وبصراحه انا شخصيا حسيت ان هو قليل شويه، لان الشاشه الاساسيه اللي انا بستعملها 350 نتس، ولكن انت كمستخدم عادي مش هتحس ان السطوع ده قليل الا لما تجيب شاشتين جنب بعض. ولكن 250 نتس ده هو الستاندرد في اغلب شاشات الجيمنج، ده الطبيعي، مش هتحس ان هو قليل حتى لو انت مش بتلعب، بس حتى لو انت بتتفرج على حاجه فهتحس ان هو كويس يعني. بس طبعا لو الاوضه فيها مصدر اضاءه جامد، او وراك مثلا شباك او كده، هيضايقك شويه. عندك من ورا مدخلين اتش دي ام اي 2.0 ومدخل ديسبلاي بورت ومخرج للصوت، وعندك هنا سماعتين في الشاشه تمشي بيهم حالك كده لحد ما تبقى تجيب سماعات. طريقه التحكم هنا عن طريق زراير على يمين الشاشه، من خلالهم تقدر تتحكم في كل حاجه في السوفت وير. على ذكر السوفت وير، فانت هنا عندك مودات جاهزه للالوان ممكن تختار منها. موجود عندك حاجه اسمها ريسبونس تايم، دي لما بتعليها بتديك احسن ريسبونس تايم واقل جوستنج من غير ما تاثر على حاجه. فكده كده لو فكرت تجيب الشاشه دي اتاكد ان انت مشغلها. زي ما انت شايف ده تصوير بطيء للشاشه، ولاحظ ان تقريبا مفيش جوستنج نهائي في الحركه. الموضوع ده حسيته اكتر في الالعاب، انت واخد اسرع واسلس تجربه ممكن تتخيلها، مع 180 هرتز ومفيش تقريبا لا جوستنج ولا موشن بلور خالص، وال2K، فبصراحه التجربه كانت ممتازه قوي في اللعب. بالنسبه للالوان فكارقام الشاشه كويسه على حسب كلام الشركه، وكتجربه فعليه بالنسبه لي انا الوانها الديفولت كانت قريبه قوي من الوان الشاشه ال جي بتاعتي اللي انا اصلا مظبط الوانها. كل اللي حسيته بس ان هي الوانها ادفى شويه، ممكن انا عشان متعود ان انا مزود اللون الازرق اكتر في الشاشه بتاعتي، ولكن الموضوع ده انت ممكن تعدله، موجود عندك بروفايلات جاهزه لدرجه حراره اللون جوه الشاشه. بالنسبه للبليدنج فزي ما انت شايف الشاشه البليدنج فيها، او النور اللي بيظهر في الاطراف في الشاشه وهي لونها اسود، قليل قوي يكاد يكون مش باين.
وعموما اللون الاسود في الشاشه دي كويس قوي لان الكونتراست ريشيو اللي فيها عالي، وده طبعا بسبب ان الاضاءه مش اعلى حاجه برضه. خلاصه انا شايف ان انسب واحسن ريزوليوشن سواء هتشتغل او هتلعب عليه هو ال 1440 او ال 2K. من ناحيه ما انتش محتاج مواصفات متخلفه علشان تقدر تشغله وتاخد فريمات عاليه، ومن ناحيه تانية مديك شاربنس ووضوح عالي قوي مع فريمات كويسه وتجربه ممتازه. الشاشه دي تحديدا ارخص شاشه 27 بوصه 2K ببانل IPS و180 هرتز هتلاقيها في السوق حاليا. شاشه هتديك تجربه كويسه حتى لو انت شغال فالوانها هتكون مظبوطه معاك. سعر الشاشه دي حاليا في السوق حوالين 15000 جنيه، وهتلاقي الشاشات التانية بنفس المواصفات بس بانل VA هتكون ارخص. هتلاقي الشاشه دي عند اليمامه ستور، انا اشتريتها منهم وهتلاقي اللينك بتاعها موجود تحت. وبالمناسبه الشاشه دي احنا استخدمناها على التجميعه اللي ب 130000 اللي كنا عاملينها هنا على القناه، هيظهر دلوقتي قدامك الفيديو بتاعها. انا عارف ان الشاشه دي تعتبر غاليه شويه، ان شاء الله الفتره اللي جايه هيكون في فيديوهين كمان لشاشات رخيصه ما بين ريفريش ريت عالي وما بين بانل الوانها كويسه. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والسبسكرايب، ولو عندك اي سؤال او استفسار سيبولي في كومنت وانا هرد عليك. كان معاكم يوسف، اشوف وشكم على خير، مع السلامه.